السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم؟ شخباركم؟ مشتاقين والله. اكو بس موضوع شاغل الانترنت وشاغل الناس كليتها، وهواية من الناس اللي يطبون على الخاص ويقولون استاذ بلا زحمة عليك، شنو معنات الاسقاط النجمي وممكن تشرحها؟ وهل له علاقة بالطاقة الداخلية او لا؟ اولا، الاسقاط النجمي بعيد كل البعد عن الطاقة الداخلية، هاي وحدة. اثنين، الطاقة الداخلية شرحناها عبارة عن انواع، والنوع العادي والنوع السحري وغيرها. الإسقاط النجمي هو عبارة عن فكرة لكن تحولت بالمستقبل إلى شيء يشغل العالم كليته. الإسقاط النجمي بالحقيقة هو عبارة عن شغلتين. أولا، الإسقاط الأثيري أو الأثيلي أو التخيلي أو التهيئي، وهو عبارة عن تتخيل نفسك مثلا أنت في مكان جميل أو مكان مثلا به خضارة أو فتشي وتتمرن، أنت تتخيل نفسك أنت مثلا يعني مثلا مكان جميل أو في قاعد على شط أو قاعد على بحر أو قاعد في مكان مال تمرين خاص أو قاعة مال تمرين خاص. تخيل نفسك أنت تقاتل شخص ثاني، أو تتخيل نفسك مثلا أنت قاعد مثلا تتخيل وكأنما جنة أنت ترسمها بدماغك، تخيل نفسك بيها. هذا مو إسقاط نجمي، هذا يسمونه إسقاط أثيلي. هذا هو هذا اللي الاعتيادي وفتشي طبيعي، وانت منظل تشغل نفسك بهاي الفكرة، اصلا يجوز حتى من تنام تحلم بيها لهاي الفكرة. فهذا الشيء اعتيادي. ليش؟ لان انت عقلك راح يظل يداور الصور والمواقع اللي انت تريدها، وبالتأمل مالتك فدماغك راح يطبع الصور هنا. فمن تنام دماغك اللاواعي او عقلك اللاواعي راح يبدأ يشتغل، يجمع هاي الصور المبعثرة ويسويها على شكل حلم، فتصير وكأنما هي عبارة عن فيلم او موفي، وتتخيل نفسك بداخله. هذا اعتيادي ومو حرام وشغلته طبيعية عادي، اي واحد مننا يقدر يسوي. يفيدك بالتمرين وزيادة طاقتك الداخلية، زيادة يعني يخلي دماغك يشتغل على القتال، يخلي دماغك يشتغل يتفتح اكثر. مثلا تتخيل جنة وجنة حقيقية وهذا وبيها فواكه واعناب وانهار وما اعرف ايش، يعني هاي شغلة من حقك واعتيادية. لكن الاسقاط النجمي الحقيقي هو عبارة عن خطر جدا وحرام. حرام، وكرر حرام. ليش؟ الله سبحانه وتعالى خلق علاقة خاصة بين الروح والجسد، وقال ان الله سبحانه وتعالى سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له ما هي الروح؟ قالوا لا يعلمها الا الله. فما يجيني واحد يقول انا اقدر اطلع روحي من جسدي، هاي كذب وكلاوات، كله دجل بدجل. اوكي، بس بالحقيقة موجودة هاي الفكرة حقيقية، وهاي الفكرة عبارة عن فكرة ما نريد نذكر، نقول ماسونية ومدري شنو هذا، بس هي حقيقية. لكن تستطيع أن تطلع روحك من جسدك بشغلتين أو 3 شغلات بالحقيقة. أولا، الله يبعدنا عنها وهي هاي الشغلة حرام، مثلا أنه تستعمل السحر الأسود أو السحر الأحمر، وتحط نفسك بدائرة وتضحية وشغلات وتستدعي الشيطان وتبيع نفسك للشيطان. عموما تخدم الشيطان بين قوسين، فتبيع روحك إليه فيطلع روحك من جسدك وغيره. والشغلة الثانية، إذا استدعت الشيطان لا سمح الله وما قدرت تسيطر عليه، راح يسيطر عليك ويعيش بجسدك ويطرد روحك من جسدك ويدمرك ويدمر حياتك. الشغلة الثالثة الله يبعدنا، طبعا هاي يعني أنا قرأتهن، لا حد يقول هسه نمر ساحر ومدري شنو هالكلاوات، هاي قرأتهن، لا تقولون ولا أبد، قرأتهن وهاي شغلات حقيقية ثاري، وسألت ناس يعني يفتهمون بهذا الشيء ودا أجاوبكم، فيعني مو من يمي. المهم، الشغلة الثالثة تقدر تطلع روحك من جسدك بشغلة واحدة، لا سمح الله تموت أو تنتحر، بهذا الوقت راح تطلع روحك من جسدك وبكل اعتيادي. بس ما الواحد يقول لي انام واطلع روحي من جسدي واروح افتر وجهي، هاي ترى كلاوات دجل، ضحك على العالم، ضحك على العقول. يا ناس اصحوا، ترى قشمروا عليكم انتم العرب، والله قشمروا عليكم. عفوا هاي السوالف، هاي عفوها. بيك خير روح العب شناو، بيك خير روح العب دبني، روح العب شناو بطن، روح اركض، روح اتمرن. شنو اسقاط نجمي؟ شنو كلاوات مقشفرين عليكم؟ معود دير بالكم عمي، افتهموا الحقيقة وافتهموا الكذب والخيال، ومبينة ترى ذيك هي واضحة وضوح الشمس.
تحياتي للجميع، وإن شاء الله وصلت الفكرة وحبيت أنوهها، لأن هواي عالم ضحكوا عليهم بالإسقاط النجمي وعلى أساس يتمرنون عليه وما أعرف إيش ونهاية العالم. على كل، من زمان ما مسوين فيديو. تحياتي لكم، في امان الله. نمر العراقي. باي.